ضيفي نجم من نجوم المطبخ، مشهور، ناجح، مطعمه من أشهر المطاعم في دبي، ده غير طبعا ملايين الفولورز على السوشيال ميديا ومتابعينه لبرامجه. لكن النهاردة هنكتشف الوجه الآخر لمهنة مليانة متعة، لكن أكيد كمان مليانة تحديات. دخلت على المطبخ بالغلط. كانت غلطة بس مش ندمان عليها، يعني أحلى غلطة عملتها بحياتي. هلا بتذكر طلعت فيه لبابا قلت له بدك يعني أصير طباخ؟ قال لي اسمه شيف هيغاشيم. من أول يوم وقت دخل الشيف على الكلاس روم تبعتنا وبلش يشرح عن المطبخ وإيه المطبخ وبعرف شو، حسيت فيه الإنسان هذا عنده شخصية وكاريزما، أو يعني في شيء وراهم، يعني هدول شيف وبعدين هم داخلين يعني على المدرسة كل الناس احترامات وشيف يعني. فعجبتني الفكرة. أنا بحب السلطة. لأنه الشيف سلطة طبعا بالمطبخ، مش برا المطبخ. طالع من عيلة شرقية بحت يعني، ولا في حياتي دخلت المطبخ. هون كانت بقى الصدمة. يعني هلا بتذكر كيف كان شكل أمي، صدمت. ومشكلة كتير كبيرة كانت بين أمي وقالتي إنه كيف أنا رح أصير طباخ، ومين حيتجوز ده، ومين حياخده. كنا نروح نتقدم لحد نقول لهم بدنا طباخ، يعني إيه الكارير ده؟ لا تقول له أمي خليه يطلع حلاق أحسن، حلاق شعر، على الأقل نفتح له محل يبقى عنده دكان حلاق يعني. فالناس تقول لك الشغف انه هو بيعمل الشيف. انا بالنسبه لي الفضول هو بيعمل الشيف، لانه اذا انت فضوليه تعرفي شو عم بيصير that make you need an answer. انا بالنسبه لي دائما ببحث عن اجوبه، بس بالحيطه مثل ما بيقولوا. يعني كنت خجلان وما بعرف شو بدي اعمل، حتى هن مستغربين. فهن نظراتهم لي انه فكروا انه لا سمح الله والد صاير معه شيء، العيلة انكسرت، انه انا بساعد العيلة فبشتغل يعني. فكانوا مصدومين، يعني انت ابن الأورفالي بتشتغل يعني بتسرفس على يعني او بتعمل سيرفيس على الترابيزة. الفشل بداية جديدة يعني بالنسبة لي. يعني بفكري من ما فشلت مثلا، فشلت كتير بحياتي. يا لهوي على السؤال، خجلتيني والله.